باشر جواد الزيات الرئيس الجديد لنادي الرجاء الرياضي أول تحركاته العملية مباشرة بعد انتخابه، تمهيدا لترتيب البيت الداخلي وتهيئة الفريق للموسم الكروي الجديد، حيث شرع في إجراء اتصالات أولية مع بعض اللاعبين المرشحين لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأكدت مصادر متطابقة أن الزيات عقد اجتماعا مع المدرب التونسي لسعد جردة الشابي، ناقشا خلاله ملامح المرحلة المقبلة، حيث تم التطرق إلى لائحة اللاعبين الذين لا يدخلون ضمن حسابات الطاقم التقني، إلى جانب تحديد مراكز الخصاص التي تحتاج إلى تدعيم. وتسود حالة من الترقب داخل محيط النادي حول طبيعة الانتدابات التي يراهن عليها المكتب الجديد لإعادة التوازن للفريق، في وقت ينتظر فيه الأنصار تحركات ملموسة تواكب الطموحات المرفوعة للعودة إلى منصات التتويج. ويرتقب أن تشهد الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن أولى قرارات الزيات التقنية، في ظل حاجة الفريق إلى إعادة الهيكلة والاستعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة. أعلن نادي الرجاء الرياضي أمس الخميس عن عودة لاعبه البوليفي فيكتور أبريجو إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من نادي ناسيونال بوتوسي البوليفي. ونشر النسور الخضر عبر صفحتهم الرسمية على موقع فايسبوك صورا للاعب أثناء مشاركته في أول حصة تدريبية له مع الفريق، مرفقة بتعليق: خمنوا من عاد، فيكتور أبريجو في المنزل مرة أخرى، في إشارة إلى الترحيب الكبير بعودته. وكان أبريجو قد انضم إلى الرجاء في الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أن ظهوره مع الفريق كان محدودا بسبب عدم اقتناع المدرب السابق الألماني جوزيف زيمباور بمردوده الفني، ما دفعه إلى الرحيل في صيف نفس السنة. وتعد هذه العودة فرصة جديدة لأبريجو لإثبات نفسه داخل قلعة الرجاء، خاصة في ظل التغييرات الجديدة التي يشهدها الفريق، سواء على مستوى الإدارة أو الطاقم التقني. ومع طموح الأنصار باستعادة الأمجاد خلال الموسم المقبل، رفض التونسي لسعد الشابي مدرب الرجاء الرياضي فكرة رحيل المدافع المهدي المشخشخ، مبديا تمسكه باللاعب على الرغم من تواجد مجموعة من العناصر في مركز محور الدفاع. وعبرت بعض الأندية الوطنية عن رغبتها في التعاقد مع المشخشخ ولو على سبيل الإعارة، من ضمنها فريق صعد مؤخرا إلى القسم الأول، وهو الأمر الذي رفضه الشابي. ويملك الرجاء مجموعة من اللاعبين في قلب الدفاع، يتقدمهم بدر بانون وعبد الله خفيفي وبوشعيب عراسي إلى جانب المهدي المشخشخ. ويرغب الشابي في الاحتفاظ بجميع هؤلاء اللاعبين، مع تسريح التونسي هاني عمامو الذي يلعب بدوره في نفس المركز. ويتطلع الشابي إلى بناء فريق تنافسي وتعزيز التركيبة البشرية للرجاء، مع عدم التفريط في اللاعبين الذين يرى فيهم القدرة على منح الإضافة للفريق.